السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. يا رب يعود عليكم الأيام بخير وسنة جديدة سعيدة يا رب علينا جميعا. معايا فكرة النهاردة من علبة الدواء ديت. هنعمل البوكس بتاع الهدايا بتاع اللي بنحطه على شجرة الكريسماس. تعالوا بقى نشوف فكرة هنعملها مع بعض. هنعمل في الفيديو ده فكرتين، ولو ما شفتوش قبل كده أفكار الكريسماس ياريت تروحوا تشوفوها في القناة. كذا فيديو مع بعض ورا بعض عن الشهر بتاع الكريسماس ده. هو شهر 12 كله افكار للكريسماس. فاللي ما شافش الفيديوهات اللي قبل كده يروح يشوفها يلا بقى ندخل على الفكرة ديت. الفكرة ديت هنستخدم فيها آه، علب الدواء بس كده، مش هنستخدم حاجة تاني، وهنزينها بالفوم. بس الافكار ما خلصتش. احنا دلوقتي هناخد الكرتونه ديت وهنعمل بيها افكار تانية بقيه الفيديو. ولو عايزه تعملي دي برضو بوكس هدايا ممكن تعمليها، وممكن كمان تعمليها بتتفتح من فوق. لو تحطي جواها بونبوني او حاجه وتقدميها لاي حد كمان هديه، ما تبقاش ديكور وبس. فممكن تستخدميها كده. لكن بقيه الافكار لسه في الفيديو، لسه ما خلصناش. افكار تانية حلوه ويا رب تعجبكم. لو ما عجبتكوش الفكره ديت في افكار تانية تعجبكم. فشوفوا ايه اللي يعجبكم في الفيديو واكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه اكتر فيديو عجبكم، في اكتر فكرة عجبتكم من الافكار اللي انا عملتها في الفيديو ده. وتعالوا نشوف الفكرة التانية. تكملة بقية الفكرة ديت. كل الافكار اللي موجودة في الفيديو واضحة، وما فيهاش يعني لخبطة او صعوبات. الحاجات سهلة جدا والافكار سريعة جدا وسهلة وبسيطة، واي حد ممكن يعملها. مش لازم تكون بتحب العملية اليدوية او عندك موهبة ديت. لا، اي حد ممكن يشوف الفكرة يعملها. سهلة وبسيطة ومش صعبة خالص. عندك علبة دواء تقدري تعملي بيها الافكار ديت. انا عندي علبة الدواء البرشام ده، هنعمل بيها برضو افكار لزينة كريسماس بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة جدا، مش هتاخد منك وقت. شايفة علبة البرشام ديت هتطلع لنا افكار حلوة قوي. تعالوا نشوف هتعمل ايه. وكمان الكرتون اللي فاض من الفكرة الاولانية بتاعت بوكس الهدايا الكبير ده، بتاعت الدواء، هنعمل بيها برضو افكار تانية. هنكمل بقية الافكار وفي الاخر هنجمعهم كلهم ونحطهم في فكرة واحدة. يا رب الفكرة دي تعجبكم، مش هتحتاج كلام كتير. وشوفوا الفكرة وقولي رأيكم فيها. وبعد كده كملوا بقية الفيديو، في افكار تانية كتير في الفيديو تشوفوها.
دي الكرتونه اللي فاضت من البوكس الهدايا اللي انا عاملاه هناك ده. هاخد منه، هعمل منه افكار تانية للزينه بتاعت الكريسماس. تعالوا بقى شوفوا انا هعمل ايه الزينه اللي هعملها من الكرتون الصغير دوت. آه ويطلع شكلها حلو ازاي. في الفكره دي انا هستخدم مع الحاجات اللي انا بستخدمها دي الوان فلوماستر زي ما انتم شايفين كده، عشان اعمل العين الوش، يعني الحاجات البسيطه ديت زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى هنجمع الافكار كلها اللي انا عملتها دلوقتي في البرطمان ده. شوفوا بقى انا هجمعها ازاي بطريقه سهله وبسيطه وبرده مش محتاجه كلام كتير. هنا بقى هبدأ ألزق الهدايا اللي أنا عملتها البوكسات الصغيرة ديت على البرطمان من بره، مع الشجرة الصغيرة اللي أنا عاملاها، مع الشرايط الخضرا دي اللي أنا عاملاها دي. شوفوا بقى أنا هزينها ازاي البرطمان. وحاجة سهلة وبسيطة من حاجات كانت يعني لا تذكر، عملنا بيها فكرة حلوة جدا.
وهنا بقى دي الفكرة التانية بحتة فوم صغيرة ممكن تعملي فكرة شجرة الكريسماس بطريقة سهلة وبسيطة وبحتة فوم صغيرة. يعني بواقي الفوم اللي عندك تعمل شجرة كريسماس، يعني بسيطة جدا وسهلة جدا وسريعة، لأي حد ممكن يعملها. شوفوا الفكرة ديت برضو مش محتاجة كلام كتير. شوفوا الفكرة بالفوم وعصاية الشيش طاووق، خلاص كده عملنا الشجرة. فشوفوا معايا انا عملتها ازاي بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة مع بعض كده في الفيديو. وبعد كده في فكرة بعد كده، بعد ما خلاص الفكرة ديت في فكرة بعد كده. فخطوة بخطوة نشوف الافكار اللي عملتها في الفيديو ديت، يا رب تعجبكم. والفكرة المرة دي ببالونة وحجارة، بس كده. حجارة خلصت عندك يعني مش شغالة، هاتيها ما ترميهاش. وحتة بالونة عندك برضو ما تجيبيهاش، وشريط اسود معاكي. بس كده هنعمل بابا نويل بطريقة سهلة وبسيطة. وكمان مجسمة مش على الورق وخلاص. وكمان هنحطها في البرطمان يعني بمنظر حلو. طب انا قلت لكم الفكره كلها. تعالوا بقى شوفوها انا عملتها ازاي بطريقه سريعه كده وبسيطه، واي حد ممكن يعملها. شوفوا الفيديو معايا. بس كده، يا رب كل الافكار اللي كانت في الفيديو يا رب تكون عجبتكم، وسهله وبسيطه واي حد ممكن يعملها، وكمان سريعه. اي فكره فيهم ما تاخدش منك كتير. واشوفكم فيديو جديد. سلام.